يعني احمد الفيشاوي يوم ما يعمل فيلم مختلف اخر 5 6 سنين عن الافلام الكوميديه الجلد ذات اللي كان بيعملها دي، الفيلم بتاعه يقعد 6 ساعات في السينما واتشال. وهنعرف في الفيديو ده ليه الفيلم اتشال، وهل كان واخد كل التراخيص بتاعته ولا لا، ومين المسؤول على الحوار ده. وفيلم سفاح التجمع كان من بطوله احمد الفيشاوي، صابرين وانتصار وآية سليم وسينتيا خليفه، وكان من تاليف واخراج محمد صلاح عزب، ومن انتاج احمد وكريم السبكي. والفيلم ده، وركزوا في النقطه دي كويس، ان الفيلم ماخوذ من احداث حقيقيه لسفاح من 3 سنين واتقبض عليه، ان هو كان بيستدرج بنات ويخدرهم ويغتصبهم ويقتلهم، كانت عامل لوكشة حاجات كده، واتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام. واحمد السبكي وقتها حس ان الدنيا زهزهت سفاحين، وخصوصا ان هو كان شايف مسلسل سفاح الجيزه اللي هو برضه كان ماخوذ من احداث حقيقيه، كان مكسر الدنيا مشاهدات، وده كان بطوله احمد فهمي. فقال لك خلاص طالما في سفاح الجيزه نعمل سفاح التجمع. والفيلم ده في كلام عليه من سنه ونص او من سنتين، لحد لما نزل في عيد الفطر السنه دي 2026، ونزل يوم الوقفه بس يا دوب حفلتين 3، وجاب نص مليون جنيه ارباح. وبعد كده الفيلم اتشال في ساعتها. والفيلم ده على فكره هو ما كانش اكتر فيلم جاب ايرادات جنب الافلام اللي نزلت معاه، بس انت متخيل اصلا الفيشاوي اخر 5 6 سنين الافلام بتاعته بتجيب، لما الفيلم يقعد مثلا اسبوع ولا شهر في السينما كان بيجيب 2 مليون جنيه او 3 مليون جنيه ايرادات. فهو بالنسبه لهم ان هو في نص يوم جاب نص مليون جنيه، فده كان بالنسبه لهم زي الفل، وليه يشيلوا الفيلم من السينما. وبالليل المؤلف نزل بوست او تويته اللي هو محمد صلاح عزب، قال ان الفيلم كان واخد كل التراخيص، وليه يا بلده الحريات كده، وشكرا يا بلدي، وحس ان هو مناضل ثوري قوي عشان الفيلم بتاعه اتشال. وقال ان الفيلم، او موجز اللي هو قاله يعني، ان الفيلم كان واخد كل التراخيص ولكن اتشال بشكل تعنتي او بشكل مفاجئ. وهنرجع للمؤلف ده كمان شويه. وكريم السبكي دخل على الخط هو كمان، وقال ان الفيلم اتشال بطريقه مفاجئه، وان هي مخالفه لكل القوانين، ونزل صوره من الايصال او من الترخيص بتاع الرقابه لعرض الفيلم. وانا بصراحه ما بفهمش اي قرار من قرارات الرقابه الفنيه هنا في مصر، عشان لسه نازل امبارح على المنصات فيلم السلم والتعبان لعمرو يوسف واسماء جلال. والفيلم ده انت هتحس ان كل المشاهد بتاعته هتحس ان هو فيلم ست، وترجم فيلم ستة دي بالانجليزي هتفهم المعنى اللي انا بقصده. فيلم سفاح التجمع ده هو ما يختلفش حاجه عن الفيلم ده، والفيلم بتاع عمرو يوسف اتعرض وما كانش فيه اي مشاكل وبتاع، بس ده هيبقى فيه زياده شويه عنف. لكن هي الرقابه قالت لك لا، فيلم الفيشاوي ده وحش وفيلم عمرو يوسف ده حلو. طب على اي اساس؟ ما هي على فكره المشاهد اللي هنا هتلاقيها هي نفس ستايل المشاهد اللي هنا، ولكن هنا هتلاقي فيه عنف وقتل حاجات زياده، يعني شويه طراطيش خفيفه كده. فليه فيلم عمرو يوسف محدش فتح بقه اصلا من الرقابه عليه، مع ان كان عليه مشاكل كتير من الناس؟ وليه الفيلم ده يا دوب هو نزل حفلتين اتشال؟ وليه اصلا ما اتمنعش عرضه من الاول؟ فده اللي برضه هنعرفه دلوقتي. ولحد دلوقتي وبعد يومين من عرض فيلم سفاح التجمع ما طلعش اي بيان رسمي من الرقابه على المصنفات الفنيه، ولكن في سيناريوهين ان ليه فيلم سفاح التجمع ده اتشال من السينمات. وانا شايف ان السيناريو الثاني هو الاوقع، وهنقولهم هما الاثنين. اول سيناريو او اول سبب ان الفيلم ده اتشال، ان هو طلع كلام بيقول لك ان في مشاهد كتيره قوي في الفيلم ده ما اتحذفتش، زي مشهد ضرب البنات ان هو ما اتعملش عليه بلور، او اغتصابهم، ومشهد ضربه لامه، والحاجات دي بيقول لك في 5 6 مشاهد ما اتشالوش. وانا مش فاهم ازاي هم ما اتشالوش مع ان الرقابه كانت مديه ترخيص او تصريح ان الفيلم ده يتعرض. ولكن في مسؤولين او في ناس ردت بطريقه غير مباشره، قال لك ان هم النسخه اللي اتفرجوا عليها او اللي وصلت لهم مش هي النسخه اللي وصلت السينما، ودي برضو انا حاسس انها مش منطقيه شويه. والسبب الثاني وده اللي انا حاسه اوقع شويه، والنقطه دي اتكلمنا عليها في اول الفيديو، ان الفيلم في الاعلان الرسمي وعلى الافيش الرسمي لما نزل في الاخر قال لك ان الفيلم مستوحى من احداث حقيقيه. والمؤلف والمنتج احمد السبكي وهم بيكتبوا الفيلم او هم بيعملوا الفيلم، عشان مش عايزين وجع دماغ ويدفعوا لاي حد من قرايب السفاح ده فلوس. عشان انت مثلا لو هتجيب قصه حقيقيه، انت لو طلع لك قريب للراجل اللي اتعدم ده او للسفاح ده هتدفع له فلوس قد المؤلف. يعني انت لو المؤلف ده هتدفع له مثلا نص مليون جنيه، هتدفع لقريب السفاح ده نفس النص مليون جنيه. فهم عشان يريحوا دماغهم وكانوا بيشغلوا دماغهم، فقال لك لا، ان الفيلم ده من وحي خيال الكاتب. عشان برضو كانت في مشكله من كام شهر ما بين الفيلم ده او ما بين صناع الفيلم وطليقه سفاح التجمع، مش عارف ايه دخلها في الموضوع مع ان الراجل اصلا طلعها قبل الحوارات دي، بس قالت لك هي فيها يخفيها وانا عايزه فلوس، او ان هي ايه، ان هي كأن القصه دي بتاعتها او ان هي دي قصه حياتها يعني ده. ولكن السبكي نفض لها، وزي ما قلت لكم ان هو قعد طول فتره ما هو بيحضر الفيلم قال لك ان الفيلم ده من وحي خيالي كده. دي حاجه مضحكاني من مؤلف فيلم سفاح التجمع اللي هو محمد صلاح عزب، ان هو كل لما يطلع
بيدفع من ساعه ما الفيلم اتوقف، يقول لك ان هم بيحاربوا المبدعين وبيهاجموا المبدعين وبيضغطوا على الابداع، وليه بيعملوا مع المبدعين كده، مع ان اصلا قصه فيلم وهي متاخده من احداث حقيقيه. يعني هو ما تعبش ان هو يعمل حبكه دراميه يركب الاحداث على بعضها، ازاي يجيب فكره جديده، لا هي كانت قصه حقيقيه، هو بس عمل لها معالجه ان هي من جريمه او من قضيه ان هو حولها لفيلم. الحاجه الوحيده اللي كان ممكن يتعب فيها اللي هي جمع البيانات او جمع المعلومات عن سفاح التجمع، وهو لو اتفرج على فيديو على اليوتيوب لسامح سند بيحكي القصه هيلم كل حاجه هو عايزها. جه بقى احمد السبكي في وقت الجد ويوم عرض الاعلان الرسمي بتاع الفيلم اللي هو كان قبل العيد اصلا بيومين، قام رازع لك هذا الفيلم مستوحى من احداث حقيقيه، عشان هو عارف ان الجمله دي بتاكل كتير مع المصريين، فهو لما حد يتفرج على حاجه يقول له دي من احداث حقيقيه وبتاع، فهو بيجي له الفضول ان الحاجات دي حصلت في الحياه ازاي. وده عشان اي قضيه جنائيه كبيره زي القصه بتاعه الفيلم ده عشان تتحول لفيلم او مسلسل لازم تاخد ترخيص من الرقابه بالكلام ده. ولكن زي ما قلت لكم الفيلم نزل على اساس ان هو قصه عاديه، والوحيده اللي فرحت في الموضوع ده هي طليقه سفاح تجمع، ان هي تقريبا نزلت لهم بوست او تويته ان ربنا ما بيرضاش بالظلم ولو في حاجه غلط مش هيمشيها وكل الكلام ده، عشان السبكي مقبضهاش. فانا مش فاهم ليه الرقابه طالما هي عايزه تلغي عرض الفيلم ده ليه استنت بعد حفلتين 3 من عرض الفيلم. يعني زي ما قلت لكم الاعلان الرسمي بتاع الفيلم كان قبل العيد او قبل الوقفه بيومين 3، وكانوا كاتبين ان هو احداث حقيقيه مش من وحي خيال المؤلف، فليه يستنوا لحد لما يتعرض حفلتين 3 بعد كده يقول لك احنا نسينا والله معلش احنا هنشيل الفيلم. وانا كنت حاسس بصراحه ان الفيلم ده هيتعمل له دعايه زي فيلم الملحد بتاع ابراهيم عيسى. فاكرين ايام فيلم الملحد لما قال لك الفيلم هيتعرض، لا هيتمنع، لا هيتعرض، لا هيتمنع، وقعد سنتين 3 يلفوا حوالين نفسهم كده، وبعد كده الفيلم نزل ولا حد اتكلم عليه، وكمان ضايق الملحدين زي ما ضايق الناس العاديه. فالفيلم ده كنت حاسس ان هم هيمشوا في نفس الحته دي. بعد كده لما لقيت ان الفيلم اتعرض في يوم الوقفه ومفيش اي مشاكل قلت لا خلاص السبكي اكيد مش هيخسر فلوسه بالطريقه دي، عشان فيلم سفاح التجمع ده مش هيجيب ايرادات بره الاسبوع بتاع العيد. يعني هو الايرادات اللي هيلمها مثلا في الاسبوع ده بقى سواء 10 مليون 15 اي رقم 20 مليون، بعد الاسبوع بتاع العيد ده ممكن يلم لحد الفيلم لما يتشال من السينما 2 3 مليون بس. وخصوصا موسم الافلام في عيد الفطر السنه دي هو يعتبر موسم ضعيف، ان هو كان نزل فيه 4 افلام وفي افلام اتاجلت. يعني فيلم 7 دوجز ده بيتاجل بقاله سنه وتقريبا هينزل كمان شهر ولا شهرين، وفيلم اسد اتاجل، ومش عارف كان فيلم مين تاني اتاجل لعيد الاضحى. فاللي نزل السنه دي 4 افلام، كان فيلم سفاح التجمع وده خلاص جاب نص مليون جنيه في اول حفلتين 3، وكان في المركز الثالث فيلم فاميلي بيزنس وده من بطوله محمد سعد وغادة عادل، والفيلم ده في اول يومين جاب 2.5 مليون جنيه. وكان في المركز الثاني فيلم ايجي بيست لاحمد مالك وسلمى ابو ضيف ومروان بابلو، الفيلم ده جايب 5 مليون ونص. والفيلم اللي في المركز الاول وهو الفيلم اللي مكسر الدنيا وجايب ايرادات لحد دلوقتي جامده جدا وهو فيلم برشامه، وده من بطوله هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح. والفيلم ده لحد دلوقتي ايراداته التقريبيه في اول يومين عرض هي 15 مليون جنيه ايرادات، والارقام دي طبعا متغيره. يعني وانت بتتفرج على الفيديو ده هنبقى تقريبا في ثالث يوم العيد او رابع يوم العيد هتلاقي فيلم برشامه دخل في ال 30 مليون جنيه، وهتلاقي كل الايرادات دي اختلف. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. وسؤال الحلقه، لو انت هتروح السينما في الموسم ده ايه الفيلم اللي هتختاره من الاربع افلام دول لو فيلم سفاح تجمع كان لسه موجود؟ وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش.